السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينكم أحبابي وأصحابي، إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة وانتم تتفرجوا معنا في فيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد كالعادة وبروتين جديد كالعادة. وفيديونا اليوم نحصل السبت اليوم، معناها الفيديو اللي صوته لكم نهار السبت، نهار سوق. هبطت الحق، أنا ما عينيش باش نهبط أما هبطت، الله غالب ما عادش نعاودها. دونك هبطت المرة الأولى، طلعت الفوق أمي ورحاب، رحاب زادا هبطت، أمي ورحاب هبطوا للسوق وأنا طلعت الفوق باش نشوف السولة بنت ولاء ونطل على مسعودة. وبعد ليك هبطت ومعايا ياسين. كي هبطنا قال لي بابا راهم مشوا للفريق. هاي قلت أنا ما نحبش، أنا معناها مانيش من محبين الفريق بالحق، معناها كان في سما نقلق كي نمشي له. هاي قلت خل نهز ياسين ونقعدوا في الجرة هاكا نشرب انا حاجة ونخليه هو يلعب. هاي قعدنا كاك حكيت يمكن ساعة بالضبط، يمكن قعد يعني لين لا ما تيحش، برا شوي شوي برا ما يسالش شوي صحيت. لا برا ما يسالش، هاني باش نعرض لك لهنا باش ما تيحش. هاي اقعد بالكدا وتاو نعرض لك لهنا. هاي انا باش نجيك من هنا ما تيحش، هاني باش نجيك منه. هاي نعم تنجم يا سي، حط رجليك وانا هاني باش نطلع لك من هنا تو نعرض لك. هاي محلاها باهي ولا ماهيش باهي؟ اي تخوف؟ ماهيش تخوف، محلاه. تعاود تلعب فيها ولا ايه؟ لا ما تطلعش من فم يا سي. تعاود تلعب فيها ولا لا؟ نعم. كما شفتوا لهنا البنات بعد ما روحنا وصاي كمل رجعت للسوق، قضينا درنا عملنا كل شيء. وبعد ليك امي تعبت ولينا قلنا لبابا باش يروح بينا ومن بعد يرجع للسوق ولا روح بينا الحق. انا الكوجينه كانت انا خليتها الصباح ماهيش منظمه، يعني المعون مش مغسول ومعون فطور ومعون شوي من البارح وصحنا ومغارف وكاكا فزيت الحسرة. واحنا تو في عملت دوش خفيف خاطر حسيت معناها الدنيا سخونة وانا عندي برشا ما هبطش للسوق اللي فهمتوا. فديت وصلينا بالطبيعة الظهر وبعد كده دخلت للكوجينة، نظفت المعون الكل ونظفت الخامات غسلتهم وقديت كل شيء، الغاز كنست عملت كل شيء. وبعد كده رجعنا صلينا العصر مرة أخرى ورجعت لهنا باش نحضر الفطور ونفرغ الخضرة وكل شيء. هاكا كيما شفتوا فرغت الخضرة الكل من الكروسة وتو باش نبدا نرجع كل حاجة في بلاصتها. هذيك مشترياتنا بالنسبة للخضرة مش برشا خاطر عندنا منا في الدار، عندنا في الدار خضرة، عندنا مثلا الفلفل، عندنا القراع، عندنا برشا حاجات منا جست بطاطا وبصل وطماطم ظهري وديجا عندنا طماطم. انا ما فهمتش امي عليها عاودة شرت. وعندنا وخدت الفقوس امي مكثرة الايامات هذي من الفقوس خاطر مثلا كي تجوع تاكله وتحطه في الديتوكس وتستعمله معناها برشا مرات في النهار. دونك ديما ماذا بال الفقوس موجود عندها في الدار. فرغت الفقوس حطيتها في صحفة واحدة. ولهنا عندي ربطة سفنارية نقص العروش متاعها وخليت كعبة على جنب للعشاء. نفرغ كل شيء بالطبيعة.
ما تنساوش البنات اذا كان ما كنتش مشتركين في القناة باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تجيبوا الكومنتات المزيان اللي كيفكم. وهذا الكل بالطبيعة فضلا وليس امرا. فرغت لهنا التفاح، حطيت الساشي هذيك باش نحط فيها اي حاجة مثلا كاغط ولا حكاية بحذايا نحطها فيها. نفرغ البصل والبطاطا بالطبيعة في السبت متاع الخضرة، والطماطم والهريسة والحكوك نحطهم في بيت المونة. لهني الساشيات اللي ما يتقطعوش ماذا بيا ديما نخليهم نستحفظ بيهم. هذيك الاندومي الابراهيم الحاصل، وفم حكة شامبينيون واحدة موتزاريلا معناها حاجتي بيه من العشاء زاده. هاكا المشاريات متاع التنظيف حكاكات ال المصلحة، وهذايا نسكافيه صوابع ناخدو فيه، كنحطها في الحكة هذيك ننظف يعني الدنيا، ننظم الدنيا كل معناها نرجع كل حاجة في بلاصتها باش ما تخوضش عليا الكوجينة. هذا بين نخلي كل شيء نظيف هاك. او جيت لبنات لهنا باش نخلي العشاء. حسن اول حاجة باش نعمل شوربة. عندي لنا شربت شاي، زيت نباتي، طماطم معجونة، طروف دجاج، عدس اصفر مقشر، عندي بصلة مفرومة وكعبة طماطم صغيرة زادة مفرومة، عندي 4 فصوص ثوم مهروسين، عندي لهنا حمص وفول وجلبانة وسفنارية مبشورة، وعندي لنا شربة الشاي بتاعي، وعندي لنا زادة كرافس، وعندي المعدنوس. نبدو تو بسم الله. حطيت الزيت يسخن كما شفتوا، حطيت البصل والطماطم يتقلوا بالكدا، وريتكم المكونات الكل ديجا شنوا. حطيت الدجاج زاده، وعلى فكره لان عملت غلطه على خاطر بابا شرالي اللحم وقال لي الشوربه اعملها باللحم مش بالدجاج. انا نسيت الدجاج اللي باش نستعمله للطاجين حطيتها في الشرب. بعد ما ركبتها ونقلتها على الغاز الصغير تذكرت بالوقت اللي انا معناها الدجاج هذاك للطاجين مش للشرب. انا حيت الدجاج هذاك وغسلته وحطيت اللحم معناها جاب ربي مازلت نيم، انا ما مازال ما طاب حتى شي فهمتوا. كيما شفتوا حطيت كل شيء. حطيت العدس زاد، عندي عدس اصفر، حطيت السفنارية والجلبانة والحمص والفول، المعدنوس بالطبيعة والكرافس والثوم ومغرفة طماطم معجونة بطبيعة الحال. جت بنينة ما شاء الله. وانتم حرين عاد الشوربة، فما اللي ما يحبش الشوربة ما يحب فيها كان الحمص اكاهو ما يحب فيها حتى شيء اخر، وفما اللي يحبها معناها مدبشة بالكدا فيها كل شيء، فيها البقوليات، فيها ال الخضرة كيما السفنارية واللفت، فيها كل شيء. حطيت لنا الشوربة متاعي وبديت نقلي فيها، وباش نفوح ملح وفلفل اكحل كركم طيب كروية وفلفل احمر بالطبيعة. نبقى نقلب فيها هكاكا، بعد كده نمرق شوي نخليها تتقلى معناها تبقبق في الصوص متاعها، ومن بعد نحط الفلفل الاحمر متاعي، ومن بعد نرجع نمرقها فرد مرة ونحطها تطيب عقلها. خاطر انا ديجا بديت بكرانة توصليت العصر ودخلت مستنيتش فهمتوا. خاطر في الليل عنا ماشية للدار ولا ذبحوا العقيقة متاع اسيل، دونك مشيت انا وبابا عملنا طلع. امي الحق ما تنجمش خاطر الفوق معناها الفوق والفوق
فوق السطح الفوقاني بالكل، فوق السطح متاع ولاء، فهمتوا معناها تطلع الدروج الأول لدار ولاء وبعد تزيد تطلع الدروج الثاني فوق السطح. برشا عليها هكاكا وتعب ما تنجمش، ولات قالتلي برا وانتم في ساويج وانا راني ما نجمش نطلع. مشينا فيسا فيسا شفناهم ناقم ذبحوا كل ما شيء، خلطنا على شوي شوي هكا ومقلي وبعد روحنا صارنا شوي وروحنا. لهنا جيت باش نحضر الدجاج متاعي للطاجين، قررت باش نعمل طاجين، قررت باش نعمل وصفة أخرى تو تشوفوها معايا. حطيت الزيت يسخن، حطيت الدجاج معاه باش نفوح، ملح وفلفل أكحل وكركم وكليل وزعتر. معروف الفاح متاع تختوخ الطاجين بالطبيعة، فما شكون يحب يزيد بصلة مفرومة معناها يقلاها مع الزيت، فما اللي يحب يحط رند، فما اللي تحط حتى عود، ريت شكون تحط عود قرنفل في النص اللي معها معناها مع الدجاجيتي، كل واحد حر. كان وصلتوا لبنات 3 دقيقة هذه من الفيديو وانتم ماكوش مشتركين في القناة، ما تنسوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تجمروا الكومنتات المزيان اللي كيفكم، وهذا الكل بالطبيعة فضلا وليس امرا. ونحب ديما نشكركم على مساجاتكم وعلى كومنتاراتكم سواء على الفيسبوك والا الانستغرام والا اليوتيوب. هاكا فم نقلبهم الكل مع بعضهم هكا، ومن بعد نقلها للغاز معناها واطي مش عالي كيما كاكا ونخليها تطيب باش الدجاج ما يتحرقش، باش يسيب ماء وما يتحرقش، خاطر كي يبدا غاز عالي على الاخر يولي يتحرق طول. جيت لهنا باش نحضر الحشو نتاع الوصفه الثانيه اللي هي باش نعمل بطاطا محشيه، اما مش بالطريقه اللي عملتها المره هذه، المره اللي فاتت هذه طريقه مختلفه. حطيت الزيت يسخن لهنا، عندي زاده نص بصله مفرومه حطيتها معهم باش تتقلى. بالنسبة للوصفة هذيا نحتاجو كيما شفتوا بصلة مفرومة، حكة شامبينيون صغيرة، إذا كان عندكم شامبينيون فريش نجموا تعملوا شامبينيون العادي معناها تقصوه وتقدوه، أنا ماهوش موجود في الفحص دونك حطيت الحكة الصغيرة هذيكا. وبالطبيعة الدجاج إصدار الدجاج معناها شوي من إصدار الدجاج ولا سكالوب كما تحبوا، تقصوه معناها قطع صغيرة مش كبيرة، قطع صغيرة معناها جويدة على الآخر فهمتوا. حطيت البصل يتقلى، حطيت معاه الدجاج يتقلى زادة، وباش نفوح على روحي كالعادة ملح كركم فلفل أكحل وكليل وزعتر كيما فاح الدجاج متاع الطاجين. هاكا الشوربة بحذايا يطيب، الدجاج يطيب، حاصل بنات والله صدقوني إلا ما كملت إلا ما صايي معناها رجلي ما عادش نوقف على ما نتصوروا من صباح ربي في السوق، نزيد نروح ننظف الكوجينة الكل، نزيد نفرغ الخضرة، نزيد نطيب العشاء، نزيد في السهرية نمشي بحذا الجماعة، بخلاف الحطان والهزان متاع العشاء يعني مشي وجاي. انا اتصور والحمد لله على كل حال، ما عادش نجم نوقف، تقول عزوزة ما عادش نجم نوقف على رجلي. خليتهم يتقلوا بالكدا الدجاج. بالطبيعة هو قطع صغيرة على الاخر ماهوش باش ياخذ وقت كبير، وديجا هذا الدجاج اللي نحيته من الشوربة فهمتوا، معناها ديجا هو خديت بشميط المرة الأولى، تقلى المرة الأولى. حطيت حكة الشامبينيون تاعي الكل، الحكة الصغيرة بالطبيعة مش كبيرة، ظهر لي ب3700 حكاية من هكا، 3500 ما ثبتش بالضبط معناها في الفاصل، اما هي 3000 وشوية صارف. نحطهم معناها
يتقلوا شوي مع بعضهم بالطبيعة شامبينيون بريسك طايب، معناها جوست يتقلوا وياخذ المطعم، ومن بعد ليكا نقص عليه. زدت عملت تحريكة للدجاج بتاع الطاجين. هكا هاو طاول لنا قسيت بعد ما كملت طاب الدجاج متاع الطاجين وطاب الحشو متاع البطاطا المحشية. الشوربة بالطبيعة ما زالت تطيب ماخذة وقتها، حطيتها على غاز هادي، قسيت لهنا البطاطا قسيتها مكعبات للطاجين، وفي نفس الوقت حفرت البطاطا الأخرى لل... للاستعمال، معناها باش نعمل البطاطا المحشية متاعي. أول حاجة نحط الدجاج خاطر نحب نطيب الطاجين ونرتاح منه. لما حلا انا حطيتهم الزوز يطيبوا مع بعضهم، فهمتوا؟ هزولي حطيت الزوز، حطيت الطاجين وحطيت البطاطا المحشية يطيب مع بعضها، لان البطاطا كيما تشوفوا فيها حفرتها، قصيتها ابراج طويلة كاكا، معناها كل كعبة قصيتها على 2 بالطول، وحفرتها بالكدا. ما ملحتهاش البطاطا، انتم تحبوا تملحوها كيما تحبوا، على خاطر الحشو ديجا قوي وديجا باش نحط الموتزاريلا، دونك حسيتها باش تجي قوية برشا، وليت ما ملحتش البطاطا. خلوها تتقلى، معناها ما تاخذش وقت خاطر هي ديجا محفرة بالكدا، دونك معناها فيسا فيسا ما هي باش تتقلي. جيت لنا باش نحضر الحشو معناها باش نحضر الطاجين بتاعي. فت الدجاج فت الدجاج بطبيعة الحال. حطيت البطاطا المقلية متاعي، عندي فم عظم، عندي جبن مرحي، عندي خميرة متاع مرطبات والمعدنوس. نحط المعدنوس متاعي، المعدنوس هذا كان جلينة هاكا. نحب نرجع طول المعدنوس بعد ما نجبده ونستعمله، طول نرجعه، ما نحبوش معناها يتنحى منه الثلج برشا باش ما يفسدش. عندي لنا شوي هكا جبن معناها من برشا استعمالات طيبت بهم من قبل، دونك قلت خلينا نكمل نحطهم الكل هكا وساشيت نحطهم الكل في الطاجين فرد المرة وكهو. مخلط جبن حلو وجبن مالح. عندي خميرة المرطبات زادة باش نحط نص الباكو، خاطر انا الطاجين عملت كمية صغيرة ماهيش كمية كبيرة، معناها على قد عائلتنا. حطيت شوي من التختوخ متاع الدجاج، وتو باش نحط العظم متاعي. للي قالت لي شبيكي ما تحطيش العظم في صحفة، خاطر انا معظمية الوقت نطيب بالعظم العربي ماهوش بالعظم السوري، وانا متأكدة منها العظم العربي خاطر منحينها فريش من الدجاج، فهمتوا؟ دوك متأكدة منها اللي هي لاباس، لا يحرمة لا دجاجة مريضة لا حد شيء. هذاك علاش معظمية الوقت نقدها طول. اما هاني كسرت العظمة السوري، فما عندي عظمة سوري واحدة كسرتها في الصحفة، والباقي كسرتها طول. ما فوحتش، ما عودتش فوحت خاطر ديجا التختوخ اللي حطيتها ما شاء الله فاوح بالكدا. لهنا رجعت للبطاطا باش نقلبها، نخليها تتقلى على الجهة الاخرى، والقاع متاع البطاطا خليت فيه شوي زيت باش يزيد يتقلى من داخل. هاك هي ديجا كيما قلت لكم انا عملتها برشا، دونك ماهيش باش تبقى يابسه فيسا، ما هي باش تطيب. نرجعوا للطاجين متاعنا باش نبدا توا نخلط. زدت حطيت كمية التختوخ الباقيين،
استعملت 4 كعبات عظم كهو على خاطر كيما قلت لكم ديجا موجود تختوخ. ثاني حاجة عملت شوي كهو طاجين، ما عملتش برشا. ديجا الفورمة اللي عملت فيها فورمة معناها صغيرة مش كبيرة. نخلط بالكدا الكل مع بعضه معناها باش يتجانس الكل، المعدنوس والبطاطا والدجاج. هني ذقتها معناها نقاسة قلت من غير ما نزيد ملح هكا هاو. البنات هذه وصفة جديدة حسب كل مرة جايتكم بوصفة. به البطاطا لأن عندي كعبتين بطاطا قصيتهم هكا بالبرج معناها كالبرج هكا في نصين وحفرتهم بالكدا هكا. هيا هما كي يبدو كبار أزين راهو الصغار لا. دونك وحفرتها بالكدا وقليتها. تو عندي لنا كيما شفتوا حضرت الحشو متاعها اللي هي دجاج صدر شوي معناها صدر دجاج والشامبينيون تو حطهم كيما شفتوا ديجا. وعندي لنا موتزاريلا تو باش نبدا نحضر. نحط هكا اللي ما يحبش الشامبينيون ينجم يستغنى عليه راه. ونعبيه الكعب متاعي بالكدا. باش ما نحطوش كل شامبينيون نخلطو ما بين الشامبينيون والدجاج هكا. وتو نكمل نزينها بالموتزاريلا ونحطها في الفرن. كما شفتوا بعد ما عبيتهم هكاكا بالحشوة اللي عندي فم الموتزاريلا ربيتها وحطيتها من فوق باش تزيد زينة معناها تزيد زينة ومطعم. والوصفة هذه برسمي البنات راهي بنينة 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 على الاخر، ننصحكم جربوها. انتم حرين في الحشو شنو تحبوا تحطوا، اما معناها الطريقة هذه بنينة على الاخر. والحشوة هذه زيت بنينة على الاخر خاصة للي يحب الشامبينيون راهم بنين بنين بنين. ديجا اللي فضل شوي الحشو اللي فضل شوي عملتها كسكروت منهم غدوة. حطيتهم في الفرن مع الطاجين لهنا بعد ما طابوا الزوز وطابت الشوربة وسي معناها عشاء يحضر. ديجا ذي بعد صلاة المغرب طول بديت نقص. حطيت البطاطا متاعي مزت سخونة حطيتها في صحن واحدة باش نقص الطاجين ونحطها في صحن واحدة. هكا والطاجين متاعي تو باش نقصه ونحطه في صحن اخر. حاسه البنات ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات والافكار والوصفه جديده خاصه. راهي البنات ننصحكم جربوها برسمي راهي بنه غير عاديه. بنه ما نحكي لكمش معناها ما يتحكيش البنه ما تتحكيش اصلا. حسيته الطاجين متاعي مرخرخ هكا شوي دونك هذاك علاش ما يتهزش كامل خاطر مرخرخ. يمكن ما حطيت كثرت انا من التختوخ متاع الدجاج هذاك علاش هكا حسب احساسي. هكا هاو البنات هذوما الوصفات متاع اليوم كيما شفتوا وهذايا شنو عملت في نهاري.
ما بين السوق، ما بين التخمين وما بين التطييب، هكا يتعدى نهار السبت عنا احنا. غطيت الباقي وكهو، هذايا العشاء متاعي حضر. البطاطا المحشية ما شاء الله بن على بن ما نحكي لكمش. الطاجين زادا رغم اللي الشكل مش لك درجة أمل بن عالمية. الشوربة متاعي باللحم زادا حضرت. لهنا نكون وصلت معكم لآخر الفيديو، إن شاء الله نتقابلوا على قريب في فيديو جديد. باي باي.